حاجتين هم سبب كل المشاكل اللي في الدنيا: الكبر والطمع. الكبر والطمع. عشان كده بنقول تاني سبب يخليك تبعد عن ربنا، يخليك تضل في الدنيا، هو الطمع. الهاكم التكاثر. تتكاثر، عايز فلوس، عايز اخد كذا، وعايز اعمل بيوت واعمل عربيات وابقى احسن واحد معاه كذا، وفلوسي في البنك تبقى كذا، واخد. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ربنا بينبه، في الاخر هتروح القبر، مش تاخد حاجه معاك غير عملك. لما تموت كل حاجه هتسيب. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم، تكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته، زي الشجره كده، ثم يهيج فتراه مصفرا. هتموت، هتروح، ثم يكون حطاما. خلاص كل ده هيروح. وفي الاخره، في الاخره ايه بقى؟ عذاب شديد، ربنا يعافينا، ومغفرة من الله ورضوان. يبقى هي المهم في الآخر أنت عايز إيه؟ عايز ده ولا ده؟ هو ده اللي هيبقى لك. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل المتع اللي في الدنيا دي زايلة. كل الكبر والطمع اللي أنت بتجري وراه ده زايل. عشان كده أركان الإسلام بتهذب الإنسان. الإيمان بالله والصلاة تشيل من قلبك الكبر. الصيام والزكاة يشيل من قلبك الطمع. لما تؤمن بالله، تقول لا إله إلا الله، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تعرف إن الخالق والرزق والحول والقوة والخير كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. لما تسجد لله على الأقل 34 مرة في اليوم، بتحط راسك على التراب في الأرض تقول له سبحان ربي الأعلى، تقف وسط المسلمين كلهم زيك زيهم، غني زي الفقير، وتقول إياك نعبد وإياك نستعين. كلنا يا رب نعبدك، كلنا يا رب بنستعين بيك، اهدنا يا رب، اهدنا الصراط المستقيم. مش بتكلم عن نفسك، بتكلم في وسط المؤمنين. انت واحد من الأمة دي، انت واحد منه. اوعى تتكبر، اوعى تعلو بنفسك عنه. لما الصيام والزكاة، لما تصوم تتحكم في رغباتك، في شهواتك، مش أي حاجة تشوفها عايز تاخدها، مش أي حاجة عند حد تحسد وتحقد عليه وعايز تاخدها منه. لا، مش طماع. لما تاخد بالعكس، تاخد من فلوسك وتدي غيرك، تتصدق وتتزكى، تعرف ان اللي عند ربنا خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللي في الآخرة خير من اللي في الدنيا وأبقى. يعني مش بس أحسن من اللي في الدنيا، ومستمر، مش هيروح، لا هتسيبه ولا هيسيبك. هتحب اللي ياخد منك الصدقات، مش اللي يجيب لك الفلوس. الشر كله في الكبر وفي الطمع، والخير كله في انك انت من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انك انت لا تبخل، انك انت تبذل، انك انت تدي، انك انت ما تبصش على غيرك. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على سفك دمائهم واستحلوا محارمهم. الشح طمع، الواحد عايز ياخد كل حاجة لنفسه. إياك ثم إياك ثم إياك من الكبر ومن الطمع. هم دول أصل الشر في الدنيا كلها.